السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح مادة الدراسات الاجتماعية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد الوحدة الثالثة علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر. هناخد الدرس الأول التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. مصر بتتواصل سياسيا وعسكريا مع دول القارة الإفريقية. كل الدول اللي في أفريقيا مصر بتتواصل معهم عسكريا وسياسيا. ليه؟ علشان تدعم الأمن والاستقرار داخل قارة إفريقيا. مثال مشاركة مصر في بعثات الأمم المتحدة. مصر شاركت في البعثة للأمم المتحدة علشان تحفظ السلام مع بعض الدول الإفريقية. تمثلت علاقات مصر السياسية والعسكرية مع دول العالم في 3 حاجات. أول حاجة، عقدت المعاهدات والاتفاقات مع الدول علشان تقدر تحمي حدودها وتحفظ الأمن داخل البلد ونشر السلام وتحقيق رفاهية الشعوب. عملت حاجة كمان، إمداد بعض الدول بالمساعدات العسكرية أثناء الحرب. الحاجة الثالثة، تبادل الخبرات الحربية والعسكرية مع الدول الأخرى. يبقى مصر عملت 3 أشياء فيها علاقات سياسية وعسكرية مع الدول. عقدت معاهدات واتفاقات مع الدول التانية عشان تحمي الحدود وتحفظ الأمن وتنشر السلام وتحقق رفاهية الشعوب. بقت تساعد الدول التانية وتمدها بالمساعدات العسكرية أثناء الحرب، وكمان تبادلت معهم الخبرات العسكرية والحربية مع بعض الدول. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. تعالوا نشوف نماذج من علاقات التواصل السياسي والعسكري بين مصر والدول قديما. أثناء عصر الهكسوس نقل عنهم المصريون العربات الحربية. يبقى احنا شفنا الهكسوس هم داخلين بالعربات الحربية، فاحنا نقلنا عنهم هذه العربات. 2، مع بلاد فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان حاليا. شارك الفينيقيون مع الملك تحتمس الثالث معركة مجدو اللي اتكلمنا عليها، والتي تم من خلالها تأمين حدود مصر الشمالية الشرقية وتدعيم النفوذ المصري في آسيا. كمان أنشأ المصريون القدماء قديما القلاع والحصون في بلاد فينيقيا بهدف حماية الإمبراطورية المصرية. يبقى المشاركة في معركة مجدو وكمان بناء القلاع والحصون. ثانيا، نماذج من علاقات التواصل العسكري والسياسي بين مصر والدول حديثا. تحرص مصر على استمرار التواصل السياسي والعسكري مع غيرها من الدول في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه الآن. مثال مساندة الدول العربية لمصر وسوريا في حرب أكتوبر 1973. كمان وقعت مصر مع جمهورية السودان اتفاقيات للدفاع المشترك. 3، بتقوم مصر بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع العديد من دول العالم. 4، مصر بتعمل على التواصل السياسي مع الدول الأخرى من خلال حاجتين. أول حاجة وزارة الخارجية، وأهميتها أو مهمها إن هي بتقوم بتطوير وتعميق علاقات مصر مع غيرها من الدول، وإن هي كمان وزارة الخارجية بتحمي مصالح المواطنين في الخارج. وتعمل مصر برضو مع التواصل السياسي مع الدول الأخرى عن طريق السفارات. السفارة بتاعتنا توجد لكل دولة سفارة في الدول الأخرى علشان تعمق العلاقات بين الدول. يبقى احنا كده اتكلمنا عن 4 أشياء هم نماذج من علاقات التواصل السياسي حديثا. ان احنا بنساند الدول
لمصر وسوريا في حرب أكتوبر، إن مصر وقعت اتفاقيات للدفاع المشترك في السودان، إن هي كمان عملت إجراءات تدريبات عسكرية مع بقية الدول، إن هي بتقدر تتواصل سياسيا عن طريق وزارة الخارجية وعن طريق السفارات. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. تعالوا نحل مع بعض الأنشطة والتدريبات. أكمل العبارات التالية بما يناسبها من بنك الكلمة. جايب لك سفارات: هكسوس، أكتوبر 73، شمالية، الشرقية، الدفاع المشترك، مجدو، فينيقيا، الخارجية، معاهدة السلام. رقم 1: وقعت مصر مع جمهورية السودان اتفاقيات، هنكتب للدفاع المشترك. رقم 2: عقد الملك رمسيس الثاني مع الحيثيين أول نقط، هنكتب معاهدة سلام. 3: قامت الدول العربية بمساندة مصر وسوريا في حرب نقط، هنكتب أكتوبر 73. 4: اشترك الفينيقيين مع الملك تحتمس الثالث في معركة، هنكتب مجدو. 5: الهيئات المسؤولة عن تعميق العلاقات بين الدول هي، هنكتب السفارات. 6: حماية مصالح المواطنين وتطوير علاقات مصر في الخارج من مهام وزارة نقط، هنكتب وزارة الخارجية. 7: نقل المصريون القدماء العربات الحربية عن نقط، هنكتب الهكسوس. رقم 8: عمل الملك تحتمس الثالث على تأمين حدود مصر نقط، هنكتب الشمالية الشرقية. السؤال الثاني: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1: ساندت الدول العربية مصر ولبنان في حرب أكتوبر 1973، العبارة خاطئة. 2: وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تطوير وتعميق علاقات مصر مع الدول الأخرى، العبارة خاطئة. 3: وقع الملك مينا معاهدة السلام مع الحيثيين، العبارة خاطئة. 4: وقعت جمهورية السودان مع مصر اتفاقيات للدفاع العسكري المشترك بينهما، العبارة صحيحة. رقم 5: يوجد في كل دولة سفارات للدول الأخرى، العبارة صحيحة. رقم 6: أنشأ المصريون القدماء القلاع والحصون لتأمين حدود الإمبراطورية المصرية، العبارة صحيحة. رقم 7: تقوم مصر بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع العديد من الدول، العبارة صحيحة. رقم 8: استعان الملك تحتمس الثالث بالحيثيين أثناء معركة مجدو، العبارة خاطئة. رقم 9: استخدم المصريون القدماء العربات الحربية التي أخذوها عن الرومان، العبارة خاطئة. رقم 10: اشتركت مصر مع الأمم المتحدة في بعثات حفظ السلام في بعض الدول الإفريقية، العبارة صحيحة. رقم 11: استطاعت مصر تعميق علاقاتها السياسية مع دول العالم على مر العصور، العبارة صحيحة. رقم 12: تقوم مصر بعقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى لحماية حدودها وحفظ الأمن، العبارة صحيحة. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. نشاط رقم 3: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. وقعت مصر اتفاقيات للدفاع المشترك مع جمهورية نقط، هنكتب السودان. 2: نقل المصريون القدماء العربات الحربية عن نقط، هنختار الهكسوس. 3: اشترك الفينيقيون مع الملك تحتمس الثالث في معركة نقط، هنختار مجدو. 4: حماية مصالح المواطنين في الخارج مسؤولية وزارة نقط، هنكتب وزارة الخارجية. رقم 5: وقع الملك رمسيس الثاني معاهدة السلام مع نقط، هنكتب الحيثيين. رقم 6: عمل الملك تحتمس الثالث على مواجهة الأخطار التي تهدد مصر من جهة نقط، هنختار الشمال الشرقي. رقم 7: أنشأ المصريون القدماء العديد من القلاع والحصون في نقط، هنختار فينيقيا. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الأسئلة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح.
لا لا لا